افتكر كتير من الناس بتعتمد على الألم بعد التمرين كدليل إن التمرين بتاعهم كان صح، ولو صحيت تاني يوم ما لقيتش ألم في العضلة اللي اتمرنتها كده تمريني باظ وما استفدتش أي حاجة. في الفيديو ده هنخوض في خرافة الدونز بالعلم والدراسات، ونقول مش كل ألم يعني تقدم، وممكن تتطور من غير ما تحس بأي ألم نهائي. خلينا نفهم الأول يعني إيه دومز. delayed onset muscle soreness، وهو الألم اللي بيحصل بعد 24 ل 72 ساعة من التمرين، وخصوصا لو عملت تمرين جديد أول مرة تعمله أو زودت وزن أو الشدة فجأة. اللي بيحصل علميا إن العضلة لما تتعرض لإجهاد شديد خصوصا بجزء الاستطالة تحت التحميل بيحصل فيها مايكرو تروما أو تمزقات صغيرة في الألياف العضلية، فالجسم بيبدأ يرد بالتهاب مؤقت عشان يصلح التمزقات دي. فالالتهاب ده بدوره هو اللي بيسبب الألم والتقلص اللي بيحصل للعضلة. يعني الدومز مش وجع عشوائي، دي نتيجة مباشرة للاستشفاء العضلي. طب هل الألم مؤشر فعال؟ دراسة سترينث اند كونديشننج جورنال في 2013 قالت إن الدومز ممكن يدل على قليل من الضرر في العضلة، لكن مش دلالة مؤكدة على التقدم العضلي أو فعالية التمرين. وكمان مقال من كلاب هيلث أكد إن الألم مش مؤشر موثوق على فعالية التمرين، لأنك ممكن تتقدم بدون ما تحس بأي دومز. أمال إيه العلاقة بين الألم وبناء العضلات؟ صحيح ان التمزقات العضليه البسيطه بتحفز على بناء العضله، لكن الميكانيكال تنشن او التوتر الميكانيكي والميتابوليك ستريس اهم في نطاق الهايبرتروفي او الضخامه العضليه. يعني تقدر تبني عضل قوي بدون الم كثيف، خاصه لو جسمك اتعود على التمرين المتكرر بشكل مستمر. طب هل ممكن الدومز ياثر على الاداء؟ دراسة ريليت لقيت إن الدومز بيقلل إنتاج القوة بنسبة 30% بعد 48 ساعة لما الألم بيكون عالي جدا، وده معناه لو الألم قوي ومستمر معايا ممكن أدائك في التمرين اللي بعده يقل جدا، ومش هتقدر ترفع نفس الأوزان اللي متعود عليها بنفس القوة، ولا إن تكنيكك يكون سليم بشكل 100% بسبب الألم اللي موجود، وده أكيد مش دليل تطور. طب إيه الأخطاء اللي بتعملها أو بتسبب الألم القوي ده؟ تغيير التمرين أو الوزن بشكل مفاجئ من غير تدرج يوصلنا للحركة أو للوزن ده. أو إننا بنعمل static stretching أو بيستخدم تمارين التمدد بشكل مفرط أو مبالغ فيه بعد التمرين، أو إننا بنحط الجسم تحت overload من غير ما نحسب الحجم أو الشدة التدريبية، أو حتى نراعي عوامل الريكفري وبنعتمد على البي سي دبل اي أو الأوميجا 3 بشكل وهمي تقليل الألم ده بشكل موثوق فيه أو فعال. طب إيه اللي يحصل عشان نتجنب كل ده؟ اكيد افضل انك تتبع مبدا البروجريسيف اوفرلود، اللي هو زياده الحمل التدريبي بشكل تدريجي. زود وزن بسيط او تكرار جديد بشكل منتظم من غير ما تحط نفسك تحت وزن مفاجئ على طول. حاول تستخدم التنوع في التمارين وانك تعرف الجسم على كل اشكاله عشان يقدر يتاقلم بسهوله بعد كده، وركز على الميكانيكال تنشن او التوتر الميكانيكي اللي بتحطه في العضله وقت التمرين، وما تشغلش بالك نهائي بالالم اللي بعده اللي هو بناء عليه بتحكم هل التمرينه كانت فعاله ولا لا. واهتم بالنوم الكويس وفترات الراحه الكافيه بين المجموعات والتغذيه السليمه عشان تقدر تعمل استشفاء عضلي احسن واصل. واستخدم ريكفري تولز لو الالم شديد زي كمادات التلج والمساج والى اخره من ادوات الريكفري. والمتعارف عليه ان العضله ممكن تاخد لحد 72 ساعه في الريكفري بحد اقصى، بس الكلام ده ممكن ما ينطبقش عليه. ممكن عضلاتك تاخد وقت اقل او اكتر حسب شده التمرين واتمام عمليه الاستشفاء عندك. فبلاش لو العضله لسه موجود فيها الم انك تنزل تحطها تحت ضغط تاني ويمكن اكبر، ده هيأذيك مش هيفيدك. وفي الاخر اللي حابب اقوله لك انك تاخد بالك ان الالم اللي بتحس بيه بعد التمرين مش مقياس للنجاح، ومش لازم كل مره تخرج من الجيم وانت مش قادر تمشي عشان تقول انا كده اتمرنت صح. ومش معنى ان صحيت تاني يوم ما لقيتش الم في العضله اللي اتمرنتها فكده هقول ان مجهود اليوم اللي قبله راح. الحقيقه ان جسمك ذكي جدا ومع الوقت بيبدا يتاقلم، وده مش معناه انك بطلت تستفيد، بالعكس ده معناه انك بتتحسن وعضلاتك بقت اقوى واذكى. اللي فعلا يفرق هو انك تتمرن بتكنيك مظبوط، يكون عندك تدرب محسوب في الاوزان، تعرف تخطط انك امتى تزق وامتى تسيب جسمك يرتاح، ودايما افتكر ان الالم مش الهدف، التطور هو الهدف. فلو لسه في بالك ان التمرين من غير الم ملوش لازمه، افتكر ان في فرق بين الم ناتج عن تحدي والم ناتج عن تهور. فكر على المدى الطويل واتمرن بذكاء مش بعشوائيه، خليك دايما اقوى من شكوكك واذكى من المك. فلو استفدت من الحلقه دي ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات ايه المشكله اللي بتواجهك او حابب نتكلم عنها الحلقه الجايه. سلام.